الأسهم هو نوع من الاستثمار يمثل حصة ملكية في شركة. يميل المستثمرون إلى شراء الأسهم إما عندما يعتقدون أن قيمتها ستزيد بمرور الوقت، أو عندما يتوقعون الدخل من توزيعات الأرباح، ما يعني المشاركة في أرباح الشركة. في حالة الاستثمارات القائمة على الثقة في النمو المستقبلي لقيمة الأسهم، قد يكون التقدم الأخير في تسلا والأسهم في قطاع التكنولوجيا مثالاً مثالياً. يتم تحقيق ربح المستثمر في اللحظة التي يبيع فيها السهم بقيمة أعلى مما تم شراؤه من أجله. في المقابل، حصة الأرباح التي تجلب ربحاً مستقراً نسبياً، على سبيل المثال ماكدونالدز، تسمى هذه الأنواع من الأسهم الأسهم القيادية. من بين أمور أخرى، يمكنك التعرف على منتجات وأدوات الاستثمار الأخرى في سلسلتنا التعليمية. الاستثمار يتطلب خبرة، يجب ألا تتداول أبداً دون امتلاك المعرفة اللازمة، ونوصيك دائماً بتجربة الإصدار التجريبي أولاً ودراسة الأدوات بالتفصيل.